دايما بنسمع عن التايم مانجمنت او اداره الوقت وتنظيمه. بس الفكره هنا ان ده محدش قال لنا احنا نعمل ده ازاي، او ان احنا ازاي ندير وقتنا او ننظمه. والمشكله هنا ان مفيش طريقه واحده، مفيش اسلوب واحد ثابت ان انت تدير بيه حياتك. بمعنى اصح، حياتك مختلفه عن حياتي، وقتك مختلف عن وقتي، شخصيتك عموما ويومك عموما مختلف عن وقتي، شغلي غير شغلك. فصعب انك تجمع البشر كلهم في اسلوب واحد. بس مش دي الموضوع، مش ده الفكرة. الفكرة ان فعلا في طريقة تخليك انت شخصيا تدير وقتك انت شخصيا، باسلوبك انت لوحدك، بيومك انت لوحدك. بس ده نعمله ازاي؟ وطبعا لو ما كانش في طريقة ما كانش زماني بعمل لك الفيديو ده. فيلا بينا نعدي الانترو بتاع الفيديو ونكمل كلامنا. طيب وايه هي الطريقة دي؟ بكل بساطة كده هي حاجة اسمها التايم بلوكينج. كان في مقالة طلعت عن ايلون ماسك وهو بيتكلم ان هو بيستخدم الطريقة دي عشان ينظم وقته ويديره. طبعا ده كلام كبير ان ايلون ماسك بذات نفسه هو اللي بيستخدمها. بس تعالى كده نقول لك هي ليه هو اصلا بيستخدمها، وهي ازاي تافهه، وهي اصلا موجوده بين ايد كل واحد فينا وتحت ايده 24 ساعه. كل اللي انا طالبه منك ان انت تجيب النتيجه بتاعه البيت، او تفتح الريميندل اللي موجوده على الموبايل عندك. الريميندل، مش عارف انطقها الصراحه. يا دمه خفيف قوي. حاولت انسى دي. المهم لو انت اي او اس فهي موجودة عندك انك تسجل فيها اليوميات بتاعتك او تسجل فيها المهام بتاعتك عموما. طيب دي نعملها ازاي؟ اولا قبل ما تجيب النتيجة او تفتح الابليكيشن، انت تجيب ورقة وقلم وتقعد معايا كده تسجل يعني يومك الطبيعي ماشي ازاي. تسجل انت بتصحى الساعة كام، شغلك من الساعة كام للساعة كام، بتروح جيمك قد ايه، بتفتح الكورس اللي انت اصلا المفروض في كورس متابعه انك بتحسن من نفسك فيه ولا لا. اذا كنت بتقرا كتاب تقعد تقول تكتب كده ان انت بتاخد ساعة في قراية الكتاب ده. المهم يعني تقسم يومك كله على بعضه، ال 24 ساعة دول تقسمهم في الورقة. الشغل قد ايه، الجيم قد ايه، الكورس قد ايه، عدد ساعات نومك، يومك كله على بعضه تقسم حطه في الورقة دي. طيب بعد ما نحطه في الورقة بكل بساطة زي ما هيظهر لك في الفيديو دلوقتي، انك تفتح الابليكيشن وتقعد تسجل كل حاجة انت بتعملها في يومك الطبيعي. هتكتبها في الابليكيشن او هتكتبها على النتيجة. ومتهيألي الابليكيشن هيبقى افضل لان اصلا مفيش حد دلوقتي عنده نتيجة في البيت الا بس جدي وجدك. طيب وبعدين بعد ما تسجلها كل اللي عليك انك كل يوم تخش انت انت خلصت الشغل هتدوس عليها done، خلصت الساعتين الجيم بتوعك هتدوس عليها done. هو اصلا هيفكرك بكل توقيت بتاع كل حاجة. هيفكرك بالتوقيت بتاع الجيم، هيفكرك بالتوقيت بتاع الكورس، هيفكرك بالتوقيت بتاع قرايه الكتاب. هتقول لي طب انا مش محتاج ان انا اعمل كده، انا بفتكر كل حاجه ومش محتاج ان انا اسجل مهامي او اسجل اليوم بتاعي. هقول لك ممكن انت عندك حق، ويمكن مش كلنا كده. بس انت عايز تقول لي ان مفيش مره حاجه قلشت منك؟ مفيش مره انت فعلا كنت مجهز يومك ومرتبه بطريقه في دماغك انت وما مشيش بالطريقه دي؟ اكيد في حاجه بتقلش، اكيد 100% في حاجه بتقلش. اصلا يعني انت مش مختلف عن البني ادمين، كلنا بنغلط وكلنا بننسى. صعب انك تبقى فاكر كل حاجه، يعني انت عقلك مش كمبيوتر. دي اول حاجه. كل اللي طالبه منك انك تسجلها بس على الموبايل. افتكرتها خير وبركه، مفيش اي مشكله. ما افتكرتهاش اي موجوده على الموبايل، والموبايل هيفكرك بيها. لان ممكن قعده البلاي ستيشن مع اصحابك تنسيك الموضوع ده. تخلص شغلك من هنا، واحد صاحبك يتصل بيك، احنا نازلين على القهوة، تعال اقعد معانا الساعتين. فتروح تقعد مع الساعتين دول، الساعتين يسحبوا ل4 ساعات، يسحبوا ل6 ساعات بقعدة بلاي ستيشن. تلاقي الساعة 12 بالليل، لا ده انت لازم تروح عشان تلحق تنزل شغلك. يبقى راح منك ايه؟ راح منك الجيم، راح منك الكورس، راح منك الكتاب لو انت بتقرا كتاب. وعموما احنا مقتنعين ان اصلا في القناه هنا قرايه الكتب مهمه جدا. فانا كل اللي طالبه منك انك بس تسجلها على الموبايل. مش خسران اي حاجه، انت مش خسران اي حاجه. انت كل اللي عليك بس انك تسجل يومك في الطبيعي على الموبايل، بس ولا اكتر ولا اقل. صدقني هتفرق معاك، هتفرق معاك جدا والله العظيم.
الحاجات البسيطة اللي في حياتنا دي هي اللي بتفرق معانا، وهي اللي بيبقى ليها عامل على حياتنا. ما تستهونش بالتفاصيل الصغيرة دي، وما تستهونش بالحاجات الصغيرة يا سيدي. حتى لو مش بتستخدمه في مهامك ويومياتك، شوف المدام هتلاقيها كده كاتبالك لستة حاجات عايزاها للتلاجة وللبيت، سجلها عليه هو هيفكرك بيها. ماشي يا باشمهندس. شكرا، اتفضل. وبس كده. حلقة النهاردة مش طويلة، وحلقة النهاردة مهمة جدا. انت بس كل اللي عليك انك تفهم انا عايز اوصل لك ايه. يومك ما تستهونش بيه، وقتك ما تستهونش بيه، متضيعش وقتك في تفاهات وحاجات ملهاش اي 30 لازمة. خدها نصيحة مني، اهم حاجة في الوقت بتاعنا ده وفي الزمن بتاعنا ده هي الوقت. ولو احنا مهتمناش بوقتنا وبالساعات وبالدقايق وبالثواني اللي بتمر معانا، صدقني احنا هنندم على كل حاجة ضاعت مننا. ما تستهونش بكل دقيقة بتضيع منك، ما تستهونش بالساعة اللي بتقعدها مع اصحابك. ده موضوع مهم. وبس كده، ده كل اللي كان عندي اقوله لك النهارده. لو عجبك موضوع الفيديو متنساش لايك الفيديو، تشترك في القناة، وتكتب لي تحت في الكومنتات ايه رأيك في الكلام اللي انا بقوله ده، وعجبك موضوع الحلقة ولا لا. ولو ما اتفرجتش على الفيديو اللي فات هتلاقيه ظاهر لك هنا او هنا، مش عارف الصراحة. فاستناني في موضوع جديد بفيديو جديد. اشوفك على خير.